السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا ومشاهدينا الكرام بالمغرب وخارج أرض الوطن في هذه الإطلالة الجديدة. طابت أوقاتكم بكل خير. مجددا من داخل الاستوديو نباشر معكم ونواصل حلقاتنا شهر قبل ضربة انطلاقة في كأس العالم في ميت لايف. الفريق الوطني مع البرازيل، البرومو ديال المباراة ديال الفريق الوطني مع السحرة ديال البرازيل دير ضجة في الديار الأمريكية وخاصة في البرازيل. مباراة تعتبر من بين توب 3 حاليا على مستوى الوصلات، على مستوى المتابعة والتسويق ديالها. ماتش كبير كيتسنانا مع كارلو أنشيلوتي. حلقة خفيفة بغيت نبدا مع الإخوان الكرام اليوم لأن كاين حلقات قوية جاية إن شاء الله الرحمن الرحيم مجددا من الاستوديو بعد ما بشرنا معكم حلقة من طابعة رابعة كما قال البعض في التعاليق الجميلة. ولكن قبلها نصلي جميعنا ونسلم على الحبيب المصطفى الرحمة المهداة للبشرية جمعاء، ونحمد الله ونشكره حق الحمد والشكر والثناء. هذه الحلقة هذه بغيت نسلط من خلال الضوء على اللاعب أيوب بوعدي اللي غيمشي معنا لاكوب دي موند بطبيعة الحال مع الفريق الوطني. والجواب بحال اللي قلنا لكم في كثير من الحلقات بأنها تبعنا الملف ديال هذا الولد، صبرنا مع أيوب صبر طويل، وأيوب جاي الفريق الوطني. واش حنا واقفين عليه ولا هو منتخب ديال فرنسا دور لي ظهره وما بقاش عنده فين يمشي وجعلنا بحالو بحال عيسى ديوب؟ غادي نجاوبكم في هذه الحلقه ونقول لكم علاش ايوب بوعدي غيمشي لاكوب دي موند، والجواب عن 3 ديال المدربين. وانا قلت لكم حلقه خفيفه ما غنطول شيء لان في العشيه كاين واحد المحور هام وهام جدا. الجواب عند اشرف حكيمي وغنشرح لكم علاش، والجواب عند المدربين دي لا فوينتي ديال الصبليون، ايرفي رونار المدرب الفرنسي السابق للفريق الوطني، وعند ديدي ديشو. شنو هو العلاقه ديال هاد المدربين بايوب بوعدي وكيفاش هما عارفين ايوب بوعدي جاي ليكيب ناسيونال؟ ايوب بوعدي بالفريق الوطني باش ما نديرش الكثير من البهرجه والاستعراض غادي نوضح النقاط، كنضع النقاط على الحروف ونشرحها للجمهور من خلال اللائحه اللي مشات اليوم او امس. يوم امس اللائحه ديال الفريق الوطني وصلت للفيفا فيها 55 لاعب. نهار 25 من هذا الشهر غادي تحصر اللائحه على ما كنعتقد في حدود 26 لاعب. نهار 2 يونيو الفيفا غتخرج وغتشرح لينا بالبانيني باللائحه بالسكواد ديال كل كوموندو ديال المنتخب في كاس العالم، وكل شيء غيتوضع على المكشوف. فهاد اللائحه ديال 55 لاعب كاين ايوب بوعدي. في 55 لاعب ديال المنتخب ديال فرنسا ما كاينش بوعدي. اذا ديدي ديشون هو كيعطينا الجواب بانه بحال اللي قلت لكم في الحلقات السابقه لا يضع ايوب بوعدي ضمن الخانه ديالو. عرفتي شنو عنده ديدي ديشون؟ ايوب ديدي ديشون شراها لزين الدين زيدان، لانني كنعاود ناكد ونهار يجي ايوب بوعدي ليكيب ناسيونال سولوه ياكد لكم التواصل ديال زين الدين زيدان والمحيط ديال زين الدين زيدان الناخب الوطني للدياكا جاي. ديدي ديشون صعب عليه ما عيطلوش. وبالتالي اللي عنده زاي امري، عنده الكوارث كامافينغا وتشواميني داك الجوج ديال الريال، عنده اغليوش، عنده رايان شرقي، عنده رابيو، عنده كانتي، عنده كومان. عرفتي شكون اللي عنده؟ عاد ما نهضر لكم على داك باركولا وديزيري دوي ولا عثمان ديمبيلي دبر راسهم الله يقوي شيطانو. ما بقاتش البلاصه لبوعدي. واش على هادشي جاي عندنا؟ لا، ايوب بوعدي والوالد ديالو المحيط ديالو منذ فتره اختاروا الفريق الوطني. اذا عطيتكم ديشون باش تعرفوا بان ديشون ما عزلوش جاي ليكيب ناسيونال. الجواب رقم 2، شنو هي العلاقه دي لا فوينتي؟ باش نكون انا محمد وهبي الناخب الوطني ديال الفريق الوطني وندير ايوب بوعدي في لا ليست، خصني نكون خديت 3 ديال الحوايج: الاذن منه ومن الوالد ديالو والمحيط وليزاجون والدائره المحيطه به. رقم 1 حيت ماشي فوضى باش نجيب لاعب وانا ما عارفوش واش باقي في المنطقه الرماديه ولا خرج منها، فخرج من المنطقه الرماديه وعطى لاكورد ديالو 3 ديال المرات. في شهر مارس لما التقى الناخب الوطني محمد وهبي في الزياره ديالو الاولى التي اعقبت تعيينه في شهر رمضان خليفه الوالد الركراكي، والتقاه رفقه فوزي القجع، ومؤخرا في الزياره اللي دار محمد وهبي وتفرج في المباراه لفرنسا وتفرج في البارك دو برانس في المباراه ديال اشرف حكيمي مع النادي ديال البايرن ميونخ اللي تصاب فيها، تلقى بوعدي وتلقى الاب ديالو وكان تلقى محمد علي شو وتلقى المجموعه من العناصر. وانا في اكرد اللي كيهمنا هو بوعدي. عطينا الكلمه بوعدي واش نديرك في لاليست؟ قال له ديرني في لاليست. اذا هذا الاول. المعطى الثاني هو انه باشروا الاجراءات ديال لاكارت ناسيونال ديالو مغربي. اليوم في هذا الاسبوع الحسم غيكون على مستوى جواز السفر الرياضي. اذا ملي تحسمت هذه الامور داروا محمد وهبي في لاليست. كان غيكون خطا مهني جسيم ندير واحد اللاعب في لاليست وهو ما عطاش لاكور. شنو هي العلاقه ديال لا فوينتي؟ هذه واحد سنتين في مارس 2023 بالضبط فاش غيجي ابراهيم دياز ليكيب ناسيونال دي لا فوينتي تفرج في المباراه ديال رياض مدريد مع سوسيداد. واجهته الصحافه الاسبانيه وسالته لماذا لا يضع ابراهيم دياز ضمن اللائحه ديال المنتخب ديال اسبان اللي كان تيلعب دوري الامم. فاجابهم بواحد الاحترافيه، قال لهم من غير يعني المنطقي بانني اضع لاعب
تواصلت معه ورفض بانه يعطيني القبول بان اضعه مع منتخب المطادور. بالتالي ما غنوضعش لاعب حتى ناخذ الموافقه المبدئيه. اذا ملي كندير انا لاعب وكان غيكون خطا مهني يقول دي لافوينتي لو اضع لاعب وهو لا يعلن ولاءه لمنتخب لاروخا. بالتالي الاعلان ديال محمد وهبي بانه جاب بوعدي تندرج في اطار التواصل. السلام عليكم ايوب، جاي ولا ما جاي؟ جاي. داروا في لاليست باش ما يوليش محمد وهبي في حرج بالغ من امره. كيف تضع لاعبا لم يعطيك موافقته؟ وبالتالي الموافقه حاضره وايضا الاجراءات الشكليه حاضره. رقم 3، شنو هي العلاقه ديال ايرفي رونار؟ باش ما نزربش حيت الحلقه دايره في 12 دقيقه. ايرفي رونار ايضا كيذكرنا واحد الوقيته كان وضع مهدي بن عطيه في لاليست ملي كان في لا يوفي ومهدي بن عطيه ما جاش، وكان وضع واحد الحرج بالغ المدرب ايرفي رونار وخرج واكد في الانستغرام ديالو ايرفي رونار يومها بانه ارتكب خطا وقال بانني اعتدت التواصل مع اللعابه ولكن ما تواصلش مع المهدي بن عطيه واش مصاب ولا ما مصابش واعتقدت بانه جاهز. لاحقا ما يمكنليش نوضع لاعب، هذه غير في اللائحه ديال الماتش، والمهدي بن عطيه مغربي ومؤهل وما داروش. قال لك اي مدرب يلزمه بانه منين يوضع واحد اللائحه كيهز التليفون كيتواصل سواء في ماتش اللعابه كاليفي ولا ماشي كاليفي باقي عندهم لي بيناسيون الجنسيه. وبالتالي ايرفي رونار كيأكد بان اي مدرب على مستوى العالم خاصه اللعابه اللي في المنطقه الرماديه المزدوجه الجنسيه ما يمكن لك توضعه حتى كتكون سولتيه وباشرتي مع السؤال وخديتي من عنده الجواب بالقبول. اذا هذه المعطيات كتقول بان محمد وهبي خدا الموافقه باش توضع ايوب بوعدي في اللائحه الموسعه، وهذا كيترجم وكيأكد الاخبار السابقه اللي كنا قلناها لكم في حلقات سابقه، ولكم ان تعودوا لنفس القناه منذ عام ونصف ونحن نتعقب هذا الموضوع على طريقه العيناوي. خروج من لانس، القدوم للفريق الوطني، الابتعاد عن الضغط الفرنسي. وبعض الاخوان اللي كيباشروا معنا الاسئله وتيقول لك فرنسا لاحتوا ولحتنا عيسى ديوب وجايبين الشيطه، انا لا اوافق بالمره على الطرح. هذا موهبه من المواهب اللي غتكون في كاس العالم حاضره والاعلى القيمه التسويقيه ديالها كتناهز 50 مليار سنتيم، 50 مليار سنتيم. ما يمكنلاش الفيفا او الانديه الاوروبيه، وغنعاود لكم شنو هي العلاقه ديال اشرف حكيمي باش ما نزابيش الا لا كان طالون من المستوى العالي. هذا الولد هذا هو ايمانويل بيتي ديال الكره المغربيه بحال اللي قال لك تيري هوري. كنعتقد خطا كبير ترتكبه فرنسا بانها لم تولي اهتمام، ولو انني متاكد هذا داخل في قليان السم ما بين دي الشو مع زين الدين زيدان ديول اللي كان في لا يوفي ولا كان في المنتخب ديال فرنسا الفرارج ديال فرنسا، ما بغاش يخلي له لاعب يكون بغى يخدمو كون عيط عليه. غادي كون كان دير شو يكمل مع المنتخب الفرنسي كان غيعيط بوعدي. فباش ما نمشيوش حنا لهاد الصراعات اللي بيناتهم الفرنساويين ولا براسهم شغلهم هذاك، كنهضروا على بوعدي والحاجه ديال الفريق الوطني. ما عندناش خو بوعدي حاليا الفريق الوطني. الولد نعكسوا الايه، لو انه كان تيلعب في ليكيب ناسيونال ديال 19 و20 ودور لينا ظهرو مشى لفرنسا، واش ما يبقاش فينا الحال؟ واش فرنسا ما غتستقبلوش بالاحضان؟ اكيد. بالتالي ماشي شياطه ولا اوافق هذا على الطرح. وايوب بوعدي غينضاف العيناوي وغينضاف سمير المرابط، ولا عندنا تريو اللي كيحيد الكحل من العين، التريو ديال افضل الوسط الميدان على مستوى العالم اللي غنعذبوا المنتخب ديال البرازيل اللي علن كارلو انشيلوتي اللائحه ووضع فيها نيمار. وانا غنهضر لكم على نيمار وغنهضر لكم على اونطوني وغنهضر لكم على مجموعه رافينيا جاي للبرازيل وغنهضروا عليه ان شاء الله في حلقه قادمه. اذا شنو هو العلاقه ديال اشرف حكيمي بهذا الشيء؟ تذكرون معي بانه لما جاب السي ابراهيم للفريق الوطني راه اول واحد تواصل معاه وحاول يقنعه، والزغاز الصباليوني اللي داز بيناتهم هو حكيمي. حكيمي اكثر من مجرد لاعب، حكيمي سفير فوق العاده، حكيمي هو الملهم لهذا الجيل، حكيمي بالمكانه ديالو العالميه اللي تم اختياره للموسم الثالث تواليا ضمن افضل تشكيل على مستوى الحضور الفرنسي في الشامبيونز ليغ. فحكيمي تواصل مع بوعدي في كثير من المرات واكد لي بان البروجي ديال الكره الوطنيه كتوقف عليه. وهنا ملي كيتكلم قبطان وكيحيطك بالاجواء وكيمنح لك الظروف ديال الرعايه فكتكون يعني مطمئن. جاء عندك المدرب السابق الركراكي واكد لك بانك داخل ضمن البروجي، جاء عندك الناخب الحالي محمد وهبي، جاء عندك رئيس الجامعه، وملي كيجي عندك القبطان وكيحاول ياكد لك بانك غادي يتم الاحتضان ديالك. لان حكيمي شفتو مؤخرا مع جسيم، شفتو مع المرابط، شفتو مع ابراهيم، يحتضن ويحضن كل وفيد الجدود. حكيمي كان عنده دور مع ابراهيم دياز، واول من ابلغ بل اول من ساهم في الاقناع ديال ابراهيم واتحمل مسؤوليتي في هذا الشيء هو حكيمي والصحراوي. وهذا الوليد الصحراوي ديال النرويج اللي كيلعب مع بوعدي انا عز عليا بزاف. هذا الوليد هذا ما كنت كنتسطى عليه ملي كان يعني طالون كبير غاب على كاس افريقيا، كان خصو يكون حاضر بلاصه بن صغير، حتى هو لعب دور كبير وكبير جدا في الاستقطاب ديال بوعدي اجمال واللعابه. ولكن الدور والتاثير ديال حكيمي فدور مؤثر. المساله الثانيه تقدر تبان الاخوان داخله في اطار الشعبويه، وحاشا لله باش نمارس مع الاخوان المشاهدين الكرام هذا المسلك. حكيمي سيلعب دور كبير في استماله ايوب بوعدي لباريس سان جيرمان،
وكاين توجه بان ايوب بوعدي تقدر تكون صفقه داخليه داخل فرنسا اللي تناهز 60 70 مليار، ويقطع فريق البي جي الطريق على الارسنال وعلى مانشستر وياخذوا بوعدي باعاز من حكيمي. غتقول لي واش حكيمي كيحكم؟ حكيمي ماشي كيحكم، كيفرض. صباح اليوم انا مرتاح حكيمي ما يمشيش لريال مدريد، ولو انني كنت من المتحمسين باش يرجع لكاسابلانكا مادام فيها تشاش وفيها الفوضى، فغيلعب دور كبير. وترقبوا هذه الحلقه في العشيه. حكيمي بكلمته مسموعه بحالو بحال عثمان ديمبيلي، ملي تيكون عندك لاعب كتبني عليه مشروع لا مين يامر في برشلونه كيفرض حاليا شكون يجي. فحكيمي من العناصر اللي كتفرض شكون اللي خصو يجي، وخاصه ان الخليفي يدير له بحال الماء القليل، سينو ما غيلقاش بحالو. بحال اللي تنقولوا ايوب بوعدي اللي لقى احسن من العسل يلعقوا. الفريق الوطني جيت تلعب لا كوب دي موند، ماشي هو فرنسا، تسنى فرنسا حتى 30 شغل هذاك، ولكن الولد جاي. فانا كنقولوا المعطيات في انتظار انها تتاكد، ولو انه لا ثقه فعاتقه كما نقول. فحكيمي كيلعب دور كبير في استماله ايوب بوعدي للبي جي، وسيستميل يا ربي يدير فينا هذا الخير. يدي ابراهيم دياز لعند لويس انريكي اللي غيخرج منه شي حاجه معتبره. كيقولوا بان باركولا غيخرج ويعوضوا ابراهيم دياز داخل فريق البي جي. هذا ماشي خط الموضوع باش نبرز لكم الدور ديال حكيمي والقوه ديال حكيمي، القوه الناعمه، القوه الضاربه الفعليه في التاثير سواء داخل ناديه كلمته مسموعه، وخاصها تكون كلمته مسموعه. افضل ظهير حاليا على مستوى العالم في الجهه اليمنيه، وايضا كلمته مسموعه داخل الفريق الوطني. وقبطان تكلم مع بوعدي وشرح له الابعاد والتواجد ديال الفريق الوطني وشنو كيعني لك تجي تلعب معنا وتوز المايو وتدخل تلعب. ماشي ريع، ماشي فوضى، ماشي حنا رخاص، لانك طالون كتستحق. ولكن اجي امن بالله سبحانه وتعالى وطالب تسليم ودير النيه معنا على ذكر الناخب الوطني السابق. دير نيه وجي تدخل تلعب وغتصنع مجد كبير جدا مع الاسود. لا يليق بك ايوب باش تكون فروج فرنساوي، ولكن خصك تكون اسد. هذه الحلقه اللي قلنا، وهذا هو التواجد ديال ايوب بوعدي اللي صعبه على حريمات والمرابط. كاين اللوزه في لاليست الموسعه، ولكن حنا كنمشيو نهضروا على اللعابه اللي عندهم جنسيه مزدوجه. غادي تتبعوا معنا هذه الحلقه، وكاينه حوايج كثيره في المرميطه بالدغميره المغربيه على هذا الموضوع. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.